هذه أبرز العناوين. نادي مارسيليا الفرنسي يوقع رسميا مع اللاعب الدولي المغربي نيف أكرد، وهذه التفاصيل العقد. الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم تقدم مفاجأة كبيرة للاعبي المنتخب المغربي المحلي بعد التتويج القاري. نوتنغهايم فروست الإنجليزي يقدم عرضا بقيمة 11 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب المغربي عمر الهلالي قبل نهاية الميركاتو بساعات قليلة، وهذه التفاصيل. أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن ضم الدولي المغربي نيف أكرد صاحب 29 عاما قادما من نادي ويسام يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 23 مليون يورو، وفق لما أفادت فيه الصحفي فابريزو رومانو. ووقع أسد الأطلسي نيف أكرد يوم الاثنين عقدا يمتد حتى صيف 2030 قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية مباشرة، ليصبح إضافة قوية لخط الدفاع في الفريق الفرنسي مارسيليا. وواصل المدافع المغربي نيف أكرد إلى مارسيليا في أجواء هادئة برفقة عدد محدود من أعضاء النادي، فيما لعب المهدي بن عطية المستشار الرياضي للنادي دورا محوريا في إقناعه بالانضمام إلى صفوف نادي مارسيليا في هذا الصيف. ويأمل نادي أولمبيك مارسيليا من خلال هذه الصفقة تعزيز دفاعه والمنافسة بقوة هذا الموسم على لقب الدوري الفرنسي، وتحقيق أداء مميزا في دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم. خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحا مالية مهمة لتحفيز لاعبي المنتخب الوطني المغربي المحلي، وذلك من أجل مضاعفة جهودهم والتتويج باللقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثالثة في تاريخ كرة القدم الوطنية. وبعد تتويج المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين بلقب الشان 2024، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكافأة الأبطال بمبلغ مالي معتبرة، حيث سيحصل كل لاعب على 50 مليون سنتيم، فيما سيحصل الناخب الوطني طارق سكيتيوي على ضعف هذا المبلغ بقيادتهم إلى النهائي والتتويج. كما سيحصل المنتخب الوطني المغربي على 3.5 مليون دولار من الاتحاد الإفريقي مقابل 1.2 مليون دولار للوصيف السنغالية، و700 ألف دولار للمنتخب السنغالي الثالث، و600 ألف دولار للسودان الرابعة. وحسب المصادر المقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تقتصر المكافأة على الجانب المالي فقط، إذ تعد الجامعة سلسلة من الامتيازات الجديدة لدعم مسار اللاعبين ودمج بعضهم البعض تدريجيا مع المنتخب الوطني المغربي الأول، إضافة إلى التنظيم الحافل التكريمي الكبير بحضور شخصيات رياضية وسياسية في استقبالهم وهم متوذون باللقب. تصدر اسم اللاعب الدولي المغربي عمر الهلالي قائمة اهتمام الأندية في الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات، حيث أبدى نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي رغبته في التعاقد مع اللاعب المغربي عمر الهلالي. ومع ذلك يبدو أن إدارة نادي إسبانيول الإسبانية لا تشعر بأي قلق حيال هذه التطورات، وذلك بفضل بنود عقده الحالية التي تمنح النادي موقفا قويا. وفقا للمعلومات المتداولة من قبل صحيفة لا غرانديا الإسبانية، قدم نادي نوتنغهام فورست عرضا بقيمة 11 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز إضافية لضم الظهير الأيمن المغربي عمر الهلالي إلى صفوفها في هذا الصيف. ومن جانبه لا يرى إسبانيول في هذا العرض ما يستدعي للتفاوض في الشرط الجزائي في عقد عمر الهلالي، والذي كان يعتمد سابقا أنه 15 مليون يورو. قد تم الكشف عن قيمته الحقيقية البالغة 25 مليون يورو. هذا الرقم الكبير يضع إسبانيول في موقف تفاوضي مريح، ويؤكد النادي على لسان مديره الرياضي فران جارسيا أنه لا يفكر في التفاوض على تخفيض قيمة أي لاعب أساسي،
ناهيك عن السماح برحيل متسرع لهم، وعمر الهلالي يعد واحدا من هؤلاء اللاعبين المحوريين. ويرتبط اللاعب المغربي عمر الهلالي بعقد مع نادي إسبانيول يمتد حتى عام 2027، وينظر إليه النادي كلاعب أساسي لا غنى عنه في الحاضر والمستقبل. ومع أن الاهتمام المتزايد باللاعب يعكس مدى تطوره السريع وأدائه المميز الذي جعله أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب مانويل الغواسيل وركيزة دفاعية أساسية للفريق، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يدفع إدارة النادي إلى إعادة تقييم عقده الحالي. تعرض اللاعب الدولي المغربي أشرف داري مدافع نادي الأهلي المصري لكرة القدم لإصابة حرمته من مواصلة المباراة الأخيرة أمام فريق بيراميدز يوم السبت الماضي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في مواجهتي النيجر وزامبيا. وعلمت المصادر المطلعة أن الطاقم الطبي لأسود الأطلس طلب تقريرا طبيا شاملا من نظيره في النادي الأهلي المصري للكشف عن طبيعة إصابة أشرف داري والحسم في إمكانية التعاقد أو الاعتماد عليه في المباراتين القادمتين من عدمهما. وأوضح المصدر نفسه أن الناخب الوطني وليد الركراكي شدد على ضرورة تشخيص إصابة أشرف داري بدقة يوم أمس الأحد للحسم في أمر مشاركته حتى يكون بإمكانه التعامل مع الموقف. وقد ينضاف أشرف داري لعدد من اللاعبين المصابين في المنتخب الوطني المغربي الأول على غرار عبد الصمد الزازولي، نصير مزراوي، وسفيان رحيمي، وآدم أزنو، غير أن المدافع الأهلي المصري تعرض لإصابة بعد إدراج اسمه في قائمة المستدعات لمواجهتي منتخب النيجر وزامبيا. كان أشرف داري قد اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 35 من عمر اللقاء متأثرا بالآلام على المستوى العضلة الضمة، ليعوضه المدافع مصطفى العش. وشهدت التقارير الإعلامية المصرية عن مصادر من داخل الطاقم الطبي للأهلي فإن مشاركة أشرف داري في التجمع الدولي المقبل باتت محل شك في حالة لم يسترجع عافيته بشكل كامل خلال الأيام القادمة. ويشار إلى أن نادي الأهلي المصري تلقى أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم بخسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مواجهة وصفت بالقوية أمام بطل دوري أبطال إفريقيا. وبهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند حدود الدقيقة 5 من 4 مباريات، محققا فوزا واحدا مقابل تعادلين وخسارة واحدة.